تحياتي لكم أغلى متابعي كوزين مريم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بغيت نشارك معكم سمن معمر بالشحمة والبصلة والخضارية. هذا المسمن كيجي خفيف، نتمنى انكم تجربوه وتابعوا معايا الطريقة. بالنسبة للدقيق الأبيض، أنا درت 3 ديال الزلايف، والدقيق القمح أو الفينو درت 2 زلافات، وقليل من الملح، والماء دافي أو بارد. نجمع العجينة بالماء، ندلكها شوية، ما تكون قاصحة ما تكون رطبة. هذا هو العجين، دلكته مزيان. من بعد غادي نخليه يرتاح واحد المدة ديال ساعة، لأن هاد العجينة ما فيهاش الخميرة الفورية. نغطيه بلاستيك غذائي وغادي نحضر معكم الحشوة. بالنسبة للحشوة عندي هنايا البصلة، أنا درت 3 ديال البصلات متوسطات، شلطتهم مزيان. عندي البصلة الخضارية غادي نخلطها مع هاد البصلة هادي مع الشحمة محكوكة، سبق لي يعني هكا ونخليها في الكونجيلاتور مع عندي القزبر والمعدنوس والتوابل. عندنا التحميرة، السكنجبير، الخرقوم، البزار وشوية ديال الكمون. في مقلاة وضعت الزيت، سبق لي سلطت البصلة رقيقة وزدت عليها البصلة الخضارية مقطعة أطراف صغيرة. نخلي البصلة تشحر شوية على نار مهيلة. من بعد زدت عليها زلافة صغيرة ديال الشحمة محكوكة، نخلط المكونات. من بعد ضفت التوابل، الملح، الإبزار، السكينجبير، الخرقوم، التحميرة، الكمون، والسودانية كتبقى اختيارية. صافي نخلط الحشوة مزيان مع التوابل، نخليها تشحر على نار مهيلة، مرة نحركوها حتى تشحر مزيان وتنشف من الماء ديال البصلة.
في هاد الأثناء راني وجدت هاد الكريات ديال المسمن. من بعد ما تشحرت الحشوة ديالنا مزيان ونشفات من الماء، ضفت لها القزبر والمعدنوس. صافي نخلط مزيان، نخليها تشحر واحد 2 دقايق ونطفي عليها. صافي نسرح الكرة ديال المسمنة بهاد الطريقة، نبسطها شوية مزيان، نخليها في الوسط شوية غليظة. خديت واحد زلافة درت فيها الزيت وقليل من البابريكا أو التحميرة، ندهن بها العجينة أو المسمنة. كندير الحشوة وكنجمعها بهاد الطريقة. نستمر بنفس الطريقة حتى نكمل جميع المسمنات. وفي هاد الأثناء راني رديت المقلاة ديالنا تسخن، صافي نسرح المسمنة ونرجعها طيب. تبارك الله كيجي خفيف ومورق، والمذاق ديال هذا المسمن مع الشحمة والبصلة الخضارية كتزيد له مذاق رائع. نتمنى انكم تجربوه بالبصلة الخضارية. وين الاعجاب ديالكم، والسلام عليكم، والى فيديو اخر ووصفة جديدة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.